قوية، ودائما الفرق يعني التي تتعثر منها تكون فرق يعني فرق بالمتوسط او ربما في مؤخره الدوري. لكن النصر هذا الموسم بدا بدايه يمكن لم يسبق اي فريق سعودي، بدا 8 مباريات و8 انتصارات متتاليه، اقوى دفاع، اقوى هجوم، هداف الدوري جواو فيليكس، رونالدو ما زال يواصل الابداع، فريق يفوز بالخمسه وبالثلاثه وبالاربعه، فريق صنع شخصيه توليفه جدا مميزه. يعني النصر صراحه فارق هذا الموسم الذي يعني تقريبا تغير في هذا النصر هذا الموسم. غير الشكل الفني هو الاداره النصراويه، ما كانت تطالب فيها الجماهير، الاداره التي عملت هذا الصيف ميركاتو مميز، وكذلك عمل واضح اثمر يعني عن صداره النصر او 8 انتصارات متتاليه لاول مره تحدث. لكن صراحه المؤسف انه الفتره الماضيه استاذ يوسف انه كانت هناك حمله ممنهجه لمحاوله تشويه النصر وصدارته في الدوري. لكن تتخيل بعد مباراه النصر والفيحاء هناك كان بلنتي يعني تقريبا مشكوك في صحته 5 ايام، والبرامج بالاعلاميين وكذلك حتى لاعبين سابقين ولاعبين حاليين، لاعبين كذلك يعني محترفين اجانب في صفوف فرق كبيره، يعني بداوا بالتغريد ومن ثم بالستوري في الانستغرام لمحاوله التقليل من النصر او محاوله شيطنه النصر. للامانه هذا الامر مؤسف، وكان النصر لا يستحق ان يحقق هذا الدوري، وكان رونالدو يعني يريدون ان ينهي مسيرته دون تحقيق اي انجازات مع فريق النصر. الامانه هذا شيء مرفوض. الفريق النصر فريق يعني اسس على النزاهه وعلى شرف المنافسه، ودائما بالعكس يمكن تقريبا من اكثر الفرق التي تضررت من اخطاء التحكيم هو نادي النصر خلال التاريخ، خلال السنوات الماضيه القريبه وحتى هذا الموسم. فصراحه شيء هذا مؤسف انه هناك حمله ممنهجه وشيطنه للنصر لمحاوله الضغط على الفريق النصراوي. هذا صراحه الشيء الذي لوحظ خلال الفتره الاخيره. لكن لو لاحظت في ارض الميدان النصر تقريبا من افضل الفرق فنيا، يمتلك يعني اسماء مميزه، مدرب صراحه كبير مثل جيسوس انا اشوف انه خسره الهلال وكسبه النصر لانه لديه خبره كبيره ولديه يعني شحن لطاقات اللاعبين. لكن على المستوى انا اشوف انه النصر والهلال تقريبا هم الاكثر تنافس خلال اول 8 جولات، بينما الاهلي متارجح، يعني مباراه تجده يحقق انتصار ثم يخسر نتائج من فرق. تقريبا المباراه الماضيه خسر على ارضه امام الرياض، والرياض تقريبا من الفرق التي في منتصف او مؤخره الدوري، حتى من الشباب خسر نقطتين. فبالتالي الاهلي لا يسير على رتم ثابت. لكن بكل تاكيد ان الدوري قوي هذا الموسم والمنافسين كثر، وانا اعتقد ان النصر والهلال ستكون منافسه بينهم كبيره، لكن بكل تاكيد ان النصر راح يواجه حمله كبيره جدا داخل وخارج الميدان لمحاوله ايقافه. والله